يا صباح الدوناتس، لو بتحبي الدوناتس وبتدوري على وصفة سهلة ولذيذة وتطلع معاكي هشة وخفيفة زي المحلات بالظبط، يبقى الفيديو ده ليه. هنعمل سوا مع بعض الدوناتس مغطية بالشوكولاتة اللذيذة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة عندنا في البيت. هتعملي أحلى دوناتس أطفالك هيطلبوها منك كل يوم. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير كتير كتير وارفعي لكل أصحابك عشان توصلكوا كل وصفاتنا وفيديوهاتنا الجديدة. شايفين الجمال بجد؟ مش خطيرة؟ رهيبة. يلا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أنا هنا مضاعفة المقادير، يعني عاملة 4 كوبايات دقيق نخلتهم كويس جدا عشان كل ما تنخلي الدقيق بتاعي كل ما يبقى الحاجة هشة معاكي وخفيفة اكتر. فهننخله بالطريقة دي كده زي ما انتوا شايفين قدامك عشان ما ننقلش كل شوية من مكان لمكان. بعد كده هنحط المكونات الجافة، معلقة سكر ومعلقة خميرة واقل من ربع معلقة صغيرة ملح، يعني ذرة ملح كده. قلبي المكونات الجافة كلها مع بعض. بعد كده هننزل ببيضتين بحرارة الغرفة ومعاهم باكيت فانيليا، وهنحط ربع معلقة او مع نص معلقة من الخل. لسببين: اول حاجة ان هي بتشيل الزفارة تمام بتاعت البيض، مع العلم ان في فانيليا برضو بس دي زيادة. تاني حاجة العجينة من جوه هتبقى بيضة نصعاء جامد جدا حلو. بعد كده هننزل باللبن بتاعنا تدريجيا. كوباية يكون اللبن دافي بحرارة يعني دافي عشان الخميرة بتاعتنا مش سخنة قوي عشان ما تفسدش ولا باق ولا ساقع. تمام كده، ونبتدي ننزل بالكوباية التانية تدريجيا لحد ما العجينة معانا تلم. فيعني انا اخد معايا كوبايه ونص من اللبن على 4 كوبايات دقيق. بيختلف الدقيق من نوع لنوع في امتصاص السوائل بتاعتها. نخلي بالنا ان تكون العجينه معاكي تلم، تكون بتلزق بس ما بتمسكش في الايد او يطلع معاكي العجين. بعد كده هتحطي معلقه سمنه، معلقتين سمنه كبار او معلقه قطعه زبده حلوه. وبعد كده اجي عجنيها مع بعض كويس جدا زي ما انت شايفه. ده القوام اللي احنا عايزينه، ان هي تكون فيها نسبة تلزيق بس مش اللي هي ملزقة تطلع منك العجينة تقطع. بعد كده غطي العجينة بتاعتك عشان تخمر. فانا شغلت الفرن وطفيته وولعت اللمبة بتاعته على اساس ان هي تخمر بسرعة جدا ما تاخدش معايا وقت. بعد كده بقى هبتدي ان انا احضر الشوكليت اللي انا هستخدمها. فجايبه شوكولاته اللي هي شوكولاته مطبخ عادي، بس جايباها بنكهه الحليب عشان يبقى ايه مش دارك خالص، تبقى طعمها حلو قوي الاطفال يحبوها. هعمل لها حمام مائي بخار مائي احسن من ان انا اعملها في الميكروويف. اضمن لي احسن لي دي احسن طريقه اضمن لي عشان خاطر ما تحرقش مني، يبقى انا كده ضامنه تمام. اخدت قطعة من الشوكليت كده حطيتها في الكيس القرطاس الحلواني على اساس ان انا هزين بيها من فوق، وعملت لبقية الشوكليت الابيض برضو نفس الموضوع حمام بخار. بعد كده بعد ما تسيح معايا خالص احط عليها سنة زيت. وبعد كده يعني ايه على حسب الشوكولاته اللي انت هتستخدميها، حطي لها كميه زيت لحد برضو ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه ويكفي معاكي. يعني عايزاه تقيل خفيف زي ما تحبي يعني. وكده جهزت الشوكولاته البيضاء والشوكولاته الشوكولاته الدارك، وهنسيبهم مع بعض بقى على جنب كده ونشوف العجينه بتاعتنا ايه الاخبار بتاعتها. كده العجينه دي بتاعتنا بعد نص ساعه تخمير كانت خمرت حلو، لان كنت مشغله الفرن. شغلت الفرن الاول 5 دقايق على حراره 140 يا دوبك بس دفى وطفيته. وبعد كده دخلته فيه وكنت مولعه اللمبه بتاعتي. بعد كده هنزل برش الدقيق عشان ما تلزقش مننا العجينه، وهتنزلي بالعجينه بتاعتك وافرديها كلها مره واحده. شايفين جمال العجينة؟ وسهلة جدا في الفرد بأمانة، ما خدتش وقت خالص في الفرد. خطيرة خطيرة ودايبة دوبان كده، يعني دايبة كده سهلة الفرد معاك. افردي العجينة بتاعتك على سمك بالظبط كده 1 سنتي او نص سنتي على حسب حجم الدوناتس اللي انت عايزاه. عايزه الدوناتس تبقى كبيره قوي اللي تبقى منفوخه كده في ايدك تمام. عايزاها رفنعه كده صغيره زي ما تحبي سمك الدوناتس بتاعك وانت بتفرديها، عشان هي هتخمر مرة تانية. فالمرة التانية دي السمك بتاعها هيتضاعف الحجم بتاعها. برضو ما تعمليهاش تخينة قوي وتسيبيها تخمر فهتبقى معاكي كبيرة جدا. بعد كده قطعها عندك. انا ما عنديش قطعة الدوناتس فعندي دايرتين، فعملت بيهم قطعة للدوناتس قطعتهم بيها. الكبيرة للكبيرة الحجم بتاعها من بره ومن جوه كده زي لو غطا حتى الازازة، وابتدي ان انت تقطعيها من جوه عشان تعمليها الفتحة بتاعتها اللي في النص. وبس كده جيبي افتحي كل القطع اللي انت عملتيها. هقولك ان انا ب4 كوبايات دقيق عملت بيهم حوالي 25 قطعة دوناتس. بجد مش خطيرة؟ رهيبة رهيبة رهيبة. يعني كمية حلوة جدا بمقدار دوناتس واحدة، قطعة واحدة من اللي انا اشتريتها من بره اعمل بيها كمية دوناتس دي كلها في البيت، يعني احسن واوفر بكتير. بعد كده هتلمي العجينة بتاعتك كلها تاني وتبتدي ان انت تلميها وتعجنيها وبرده تقطعيها زي ما انت عايز.
لو عايزه تقطعيها زي ما انا قطعت جزء برضو من غير الفتحه اللي في النص، على اساس هرش عليها سكر كده من بره، احشيها من جوه كريمه شوكليت او اي نكهه انتوا عايزينها. فطبعا دي بتبقى مقفوله مش مفتوحه من النص. شايفين الجمال؟ خطيره. بس كده هغطيها طبعا بقى وهسيبها تختمر تاني مره تانية نص ساعه، عشان طبعا الجو اصلا حر والمطبخ بيبقى سخن جدا. بس كده، وجبت الزيت بتاعي، وبعد ما سبته الاول وسخنته والزيت بتاعي سخن كويس، رحت جايه موطيه طفي عليه النار لما هدى خالص. وبعد كده حطيت الدوناتس بتاعتي وقليته وشغلت عليه النار على حراره هاديه خالص، عشان يستوي معايا الدوناتس وما ياخدش مني اللون بسرعه ويتحروق مني ويبوظ، لا عشان ياخد معايا اللون الذهبي الحلو. هيستوى على حراره هاديه خالص، ولا حراره عاليه ولا اي حاجه، عشان يستوى معاكي باسهل طريقه، ويطلع معاكي من جوه هش وطري ومستوي كمان في نفس الوقت. شايفين الجمال؟ احلى دوناتس تعمليه في البيت باقل تكلفه وباسهل طريقه، وما خدش مننا مكونات كتير. يعني لو انا عشان عامله كميه كبيره، فانت كوبايتين دقيق هتاخد بيضه، هتاخد معاها كوبايه لبن، باكت فانيليا، نص معلقه خميره، نص معلقه سكر، ذره ملح، يعني ربع معلقة خل. مكونات متوفرة عندنا في كل بيت، تقدري تقومي وتفرحي الأولاد وتعمليها. وحضري الشوكليت بتاعتك والسكر البودر كده ورشيها من فوق وهي لسه سخنة، حط عليها السكر بتاعها كده من فوق. بجد مش خطيرة، رهيبة، ما شربتش زيت نهائي بجد. أنا الزيت ما تشربش مني خالص، خفيفة جدا وهشة، ما خدتش أي حاجة خالص، والأطفال حبوها جدا وطلبوها تاني مرة واتنين وتلاتة. رهيبة رهيبة رهيبة، سهلة وبسيطة، مكونات متوفرة في البيت، تقدري تقومي تعمليها دلوقتي وبجد هتعجبكم جدا. هاتي بقى زي ما انت شايفاها، هتمسكيها كده وتنزليها في الشوكليت بتاعتك وتسيبيها. طبعا انا عشان الفيديو والتصوير فعلى طول كانت الدنيا لسه سخنة وقدمتها لكم وهي لسه سخنة. بتسيبيها لما تهدى شوية عشان الشوكولاتة تتماسك معاها شوية. مش خطيرة، لا رهيبة رهيبة، والطعم بتاعها حكاية. بأمانة هتاكلي منها كأنك ما أكلتيش خالص ولا شاربة زيت، وخفيفة لأبعد حد تتخيلي. امشي على المكونات بتاعتها بجد هتطلع معاكي أحلى من الجاهزة. واعمليها وشكليها زي ما انت عايزة، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، بس أنا بفضل دايما الحجم الصغير بتبقى حلوة. عليها رشة فارماسين من فوق عشان تفرحي الأطفال. شوكليت بوبس زي ما انت عايزة، شكليها زي ما انت عايزة، فرحي أولادك، وبجد رهيب. بتمن قطعة دوناتس واحدة تقدري تعملي 10 في البيت او اكتر كمان، على حسب القطعية بتاعتك والحجم اللي انت عايزاه. شايفين الجمال كده؟ حاجة بجد مش فاخر من الاخر، خطيرة. جربوا الدوناتس دي، قولوا لي رأيكم في التعليقات، وقولوا لي ايه رأيكم فيها، وان شاء الله هتعجبكم جدا. ارفعوا الفيديو لكل اصحابكم، لايك وشير كتير كتير عشان توصل لكل وصفاتنا، واستنوا وصفة جديدة احلى من اللي قبلها مع لمة عيلة. شايفين الجمال؟ حاجة كده فاخر من الاخر. اسيبكم بقى مع الجمال دوت، واسفه على التطويل، طولت جدا، بس بجد بيبقى فيه كده حاجات كتير وتكات لازم اوصلها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.